هل بتحس إن في ناس بيكلموك أو بيحاولوا يتواصلوا معاك بس مش بتشوفهم؟ ده اللي حصل مع يوسف. بس قبل ما نحكي قصة النهاردة، حط لايك واكتب لي كومنت يحمسني إني أكمل باستمرار، واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصل لك إني نزلت قصة جديدة وتكون أول واحد يشوفها. ويلا نبدأ قصة النهاردة. صحيت الساعة 4 الفجر عطشان، وأنا ماشي ناحية المطبخ لاحظت نورة طالع من أوضة يوسف. كان غريب لأن يوسف دايما نومه تقيل. وقفت قدام باب الأوضة قلقان من النور الغريب ده، ولما بصيت جوه لقيت ابني واقف ساكت عند الشباك. يوسف، همست وأنا بحاول أصحي، بس هو ملفش ناحيتي ولا خد باله مني، فضل واقف باصص لبره في الضلمة. فجأة لف وشه ناحيتي وقال: الوقت جه. صوته جمد الدم في عروقي. حاولت أطمن نفسي وأقنعها إنه مجرد حلم أو حاجة بسيطة، ورجعت على السرير بس معرفتش أنام. فضلت أفكر في الكلام الغريب اللي قاله وقصده إيه بيه الوقت جه. يعني إيه الكلام ده؟ تاني يوم قررت أراقب الموقف من قريب، ومع دقت الساعة 4:03 الصبح لقيت يوسف تاني واقف عند الشباك. شكله في الظلام كان عامل زي الشبح. كنت لسه هقرب منه لما سمعت خبطة ناعمة على باب الشقة. قلبي بدأ يدق بسرعة وأنا نازل عشان أفتح الباب، لكن لما فتحته ما كانش في حد، بس الدنيا فاضية ونور القمر. تاني يوم الصبح سألت يوسف عن اللي حصل بالليل. بص لي بعينين مليانين براءة وقال لي إنه ما يعرفش حاجة عن اللي حصل وإنه مصحاش أصلا بالليل. الموقف كان مقلق، بس حاولت أقنع نفسي إن الأطفال ساعات بيحلموا أحلام غريبة. ليالي كتير عدت بنفس السيناريو. مع دقة الساعة 4:03 الصبح يوسف يقف عند الشباك والخبط يبدأ على الباب، وكل مرة كنت أجري أفتح الباب مش بلاقي حاجة ولا الهوا بره. الكلام ده بدأ يتعبني وبقيت مرعوب من الساعة 4:03 الصبح في ليلة باردة جدا. مع دقة الساعة 4:03 وأنا واقف عند الباب شفت يوسف بيرفع إيده الصغيرة ويحطها على الشباك. اتجمدت لما شفت إيد تانية على الناحية التانية بتعمل نفس الحركة. صوابع طويلة عظمية سودة زي الفحم، والجلد كان باهت وميت كأن صاحبه كان غرقان في المايه لفترة طويلة. الرعب دخل قلبي، جريت عشان أسحب يوسف لكنه وقع وهو بيتشنج. شلته وأنا خايف، والجو في الأوضة اتغير بالكامل وسمعت حد بيقول: نقدر نرجع نكون مع بعض تاني. ده كان صوت ماري، مراتي اللي ماتت من سنة. ماري كانت بتعاني من مرض مناعي نادر خلى جسمها ينهار وهي لسه عايشة. نزلت بيوسف على السلالم، قلبي مليان خوف وحيرة، ولقيت ماري واقفة عند آخر السلم أو حاجة شبهها. جلدها كان بيتحلل، عينيها غايرة، ولبسها كان نفس الفستان اللي دفناها بيه. أطرافها طويلة وملتوية بطريقة غير طبيعية. كانت هي، لكن في نفس الوقت مش هي. ابتسامتها كانت ملتوية بطريقة مرعبة. جاي تاخد ابننا معايا البيت؟ لا، صرخت وأنا ماسك يوسف جامد. مش هتاخديه. وضعي كان صعب، حاولت أهرب بابني وطلعت تاني فوق، قفلت الباب وفضلت مستخبي جنب السرير وقلبي بيدق بسرعة. يوسف بالعافية كان بيحاول يتكلم، بصلي وقال: بابا، ماما دايما بتيجي الساعة 4:03 وعايزة نرجع نعيش سوا مع بعض. دماغي كانت بتلف، وبالصدفة عيني جات على صورة لينا احنا التلاتة سوا، أنا وماري ويوسف كنا مع بعض. 14 أبريل، اليوم اللي ماتت فيه ماري. إزاي ما خدتش بالي قبل كده؟ الخوف دخل عظامي لما الباب فجأة اتفتح، وماري بشكلها المشوه دخلت الأوضة وهي بتزحف بطريقة مرعبة على السرير. عينيها كانت منورة بضوء أصفر مريض. لقيتكم، قالت بصوت زي صوت الضوافر على سبورة. بكل يأس فتحت الشباك عشان أطلع على السطح أحاول أهرب من البيت.
الجو كان متجمد وإحساس بالعجز خيم علي. يوسف، لازم نمشي دلوقتي. ثم صرخت وأنا بشده جنبي، بس لما لفيت عشان أطلع لقيت إيد يوسف الصغيرة ماسكة في إيدي. بابا، لا، أنا عايز أبقى مع ماما. قلبي اتكسر. يوسف، اسمعني، دي مش أمك، لازم نخرج من هنا. إيد يوسف شدت أكتر وعينيه كانت مليانة شوق وخوف في نفس الوقت. أرجوك يا بابا، أنا مشتاق ليها. قبل ما أرد عليه درجة حرارة الأوضة نزلت فجأة، وشكل ماري المرعب ظهر من الضلمة. ابتسامتها اتطورت لحاجة مرعبة أكتر. يوسف، تعال لماما، قالت بصوت مليان شر. عيني يوسف كانت مليانة خوف وشوق في نفس الوقت، وبدأ يتحرك ناحيتها. حسيت باليأس وأنا بصرخ لا. صرت بحاول أسحب يوسف لي بكل قوتي. خليك معايا. بس يوسف فلت من إيدي وجرى ناحية ماري وترمى في حضنها البارد. احتويته. ابتسامتها كانت مليانة انتصار مخيف. ماري لفت أطرافها المشوهة حوالينا، شدتني أنا ويوسف في حضنها المتجمد. الشباك اللي كان أملنا الوحيد في الهروب دلوقتي قفل علينا مع مراتي الجميلة. آخر حاجة شفتها كانت وش يوسف اللي كان مليان خوف بقى هادي ومطمن، عينه مليانة خوف وحب. ودلوقتي بقينا عيلة تاني،